الرحمن الرحيم وقل ربي زدني علما. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامج فقه المرأة. اسمحوا لنا مشاهدينا نطلع فاصل ونرجع نستقبل ضيف حلقة اليوم. ورجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل، وبيسعدنا ان احنا في حلقتنا النهارده واللي هنتكلم فيها عن المرأة في القرآن والسنة ان احنا نستضيف الشيخ الشاذلي طلحة محمد، امام وخطيب مسجد الحاج حسن بأسوان. اهلا بك معنا فضيلة الشيخ. اهلا وسهلا استاذتنا، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. فضيلة الشيخ، لو اتكلمنا بقى عن المرأة بداية في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. إن للمرأة شأن عظيم في الإسلام، فقد كانت قبل الإسلام تدفن حينما تولد، وضرب الله لنا الأمثلة العظيمة في القرآن الكريم على هذا المثال الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وقد بين مولانا أنها ليس لها ذنب هذه البنت التي تؤد، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، أي ليس لها ذنب في هذا القتل. فالمرأة يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال، ويقول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لنسائهم. فالخيرية تأتي في القرآن والسنة. المرأة كما يقولون نصف المجتمع، بل وهي التي وضعت النصف الآخر من المجتمع، حملته في بطنها وربته، وهي زوج وهي أخت وهي أم، وهي التي حملت وهي التي ربت وهي التي أرضعت. فالمرأة عليها حمل ثقيل، ولذلك قد ميزها الله سبحانه وتعالى كما تفضلتم في القرآن الكريم. ميز الله بأن جعل لهم سورة باسمهم، سورة النساء، وجعل سورة النساء تسمى بسورة النساء الكبرى، والنساء الصغرى هي سورة الطلاق، وسورة مريم، وسورة الممتحنة، وسورة المجادلة، وذكرهم الله في سورة البقرة، وذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة النور، وذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب. وبين أحكام النساء في القرآن الكريم، وبين حتى لباس المرأة كيف يكون من ثيابها وارتدائها وخروجها ومشيتها في القرآن الكريم. ولذا كان يقول سيدنا عمر بن الخطاب فاروق الأمة رضي الله عنه وارضاه: علموا النساء سورة النور، لا تعلمونهن القراءة والكتابة. ليس معناه أن نتركها بجاهليتها، ولكن يأمر القوم أن يأخذوا بأيديهم على أن يعلموا النساء سورة النور. سورة النور بها من الفضائل والكمالات التي تحدثت عنها سورة النور، خاصة بالبيوت وخاصة بالنساء، حتى غض الطرف. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، والآية التي بعدها: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، إلى آخر ما جاء في مشيتها، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فالقرآن الكريم تكلم في آيات عديدة وبين المرأة شأنها ومكانتها، وذكرت في القرآن الكريم بأعداد كثيرة. قالوا أنها ذكرت بنفس عدد الرجال، بنفس امرأة على نفس عدد الرجل، ليبين الله سبحانه وتعالى أن المرأة مكانتها كمكانة الرجل، بل جعل للرجل أن يهتم بهذه المرأة، يهتم بها وهي بنت، ويهتم بها وهي زوجة، ويهتم بها وهي أم، ويهتم بها وهي غريبة عنه. وضرب لنا الله مثلا في سورة القصص في مروءة سيدنا موسى عليه السلام، حينما رأى امرأتين تذودان عن الرجال وتبتعدان عن الرجال في سقيا الماء، فذهب بشهامته ومروءته وسقى لهما دون أن ينظر إليهما. وهذا مضرب المثال حتى يكون الرجال أو يكون الرجل أو يكون الشاب عفيفا شريفا، ولا يبدأ بمبادرة أو يبدأ بشيء يخنس فيه كما يخنس الشيطان عن أهله ولا عن ربه ولا عن شرعه. ده فضيلة الشيخ يمكن في زي ما حضرتك ذكرت المرأة في القرآن، لو اتكلمنا عن المرأة في السنة النبوية. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في بادئ الإسلام أتى إلى قوم يعبدون الأصنام، وأتى إلى قوم
الذين يدفنون البنت أو الأنثى حينما تولد، وأتى إلى قوم يسفهون المرأة وليس لها شأن وليس لها كلمة، وهي تباع وتشترى وليس لها مجال في مجالات المشاركة الاجتماعية. فجاء الإسلام ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم ويبين أن المرأة لها شأن عظيم، وأن المرأة لا بد أن تجل وأن تقدس، وكما ذكرنا آنفا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لنسائهم وخيركم خيركم لأهله. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في أحاديث كثيرة جدا أن المرأة يعني خلقت من ضلع أعوج، ولا بد أن نأخذ هذا الأمر على اعوجاجه، وألا نقيم الأمر بقوة وشدة، لأن أعلى يعني أعوج أو ما يكون أعلاه فيه عوج، ولا يستقيم الظل والعود أعوج، فإذا ما استقامت الأمور بشدة كسر هذا الاعوجاج. والاعوجاج لا يكون في المرأة، المرأة خلقت من ضلع أعوج، الضلع الأعوج ليس في المرأة بل هو في الرجل، خرجت منه هي. إذن لا بد أن يستقيم هو على ما أمر الله به سبحانه وتعالى. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتبسم وكيف نضحك ومتى يكون الأمر. ولذلك يعني بعض الناس حينما يعني نعود إلى القرآن الكريم العنوان السابق، المرأة حينما تكون في بيتها ويأتي إليه قول الله تبارك وتعالى: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، ويتمسك بالجزء الأخير من الآية واضربوهن، ويظن أن الضرب مبرح، نعم، يكسر العظم ويضرب على الوجه ويسب ويشتم، هذا ليس له حق في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب أحدا، وما ضرب طفلا، وما ضرب امرأة، ولا ثبت عنه ذلك صلى الله عليه وسلم. مرة واحدة كان يمزح مع السيدة عائشة حينما خرجت خلفه إلى البقيع، وظنت أنه ذهب إلى أحد زوجاته صلى الله عليه وسلم وترك ليلتها وكانت نائمة، فخرجت خلفه. الشاهد من هذا كله: عادت أمام النبي صلى الله عليه وسلم لما رأته عائد من البقيع، فعادت مسرعة إلى البيت وتلهج النفس سريع ويرتفع، فإذا به صلى الله عليه وسلم يقول لها: ما بك يا عائشة؟ أراك حشيا رابية، أي النفس سريع من الحشا. قالت: لا شيء يا رسول الله. قالت: فلهدني صلى الله عليه وسلم، أي بذراعه، وهذا على سبيل المزاح. فلهدني صلى الله عليه وسلم وقال: لتخبرينني أو ليخبرنني السميع العليم. فضحكت وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذن أنت السواد الذي رأيت في البقيع. فقالت: نعم يا رسول الله. قال: أغرتي؟ قالت: أو مثل لا يغار على مثلك يا رسول الله. هذا هو الأمر الوحيد، أي لهدها بمزاحه صلى الله عليه وسلم، لم يكن هناك شيء، ولم يضرب أحدا عليه أفضل الصلاة والسلام. والآية فيها شرح يطول. الضرب ضرب غير مبرح، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه: ولا تهجر إلا في البيت، أي في قعر البيت، حتى الأبناء لا يظهر أمامهم هذا الذي يكون. يعني لو رجعنا إلى السنة ولو رجعنا إلى معاملات النبي صلى الله عليه وسلم وإلى سلفنا الصالح، لرأينا هؤلاء الذين كانوا يجلون أبناءهم ويجلون نساءهم إجلالا عظيما، ليس فيه ما يقهر الأهل بل ما يحببهم فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا في السنة: حتى اللقمة يرفعها الرجل إلى في زوجته، إلى فم زوجته، له بها أجر، فهو مأجور على اللقمة التي يسعى في الخارج أن يطعم أهله بها، مأجور على ذلك، يطعمها في فمها، وهذا مأجور عليه. وهذا من رباط المحبة والوثاق الذي يكون بينهما. لا ينقص من الرجل. لا، نعم، لا ينقص شيئا، إنما ينقصه العزة التي يراها، كما كنا نسمع من قبل: لا يأكل أهل البيت إلا بعد الوالد، يأكل وحده وينتظرونه من الخلف. هذا أمر نهى عنه الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه قوم يشكون إليه: يعني ما لنا يا رسول الله نأكل ولا نشبع؟ قال: علكم تأكلون متفرقين، فاجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. فهذا من بوادر البركة أن يأكلوا جميعا، وألا يتقدموا على الوالد ولا على الوالدة، وأن يبر الرجل زوجته أمام أبنائه، وأن يعلمهم كيف يبدأون التحية والتقدير والبر للوالدة قبل الوالد. ولذا قدمها الله سبحانه وتعالى في البر على الوالد ب3 مراحل. قال: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك.
في الرابعة قال ثم من؟ قال أبوك. إذن هذه هي امرأة لابد أن تجل وأن تقدس وأن تراعى في حالها سواء في القرآن أو في السنة حتى وإن كانت غير مسلمة. طب البعض نقول بعض الرجال اللي بيبقى فيه منهم عنف في التعامل مع المرأة أو نعم. بعض العادات نقول السيئة اللي موجودة نعم. الآن يعني. والله يعني قد يقرأ الإنسان قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء وهي السورة المخصصة باسمه: الرجال قوامون على النساء، ويظن أن القوامة هي الضرب ورفع الصوت. في الرأي. نعم، ولكن القوامة هي أن يكون إنسانا طيب الطبع، أن يكون حليما، أن يكون صبورا. والمرأة يعني تختلف عن الرجال حتى في تفكيرها. تجد أن الرجل حينما يدور في شيء يخص الأسرة تراه يتفكر في حاله في صمت. المرأة تفكيرها بصوتها، كما يقول البعض: نحن نفكر سويا بصوت مرتفع. هذا حال المرأة. المرأة حينما تجد شيئا يغضبها تثور، ولكنها تسرعان ما تهدأ. فعليه أن يتعامل بهذه الطبيعة، أن يتعامل على أنها امرأة ضعيفة. إياكم والضعيفين يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نفهم أن القوامة في طاعة الله في هذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزواج رق. يعني الزواج رق حينما يتبين لنا كيف نختار زوجا لابنتي، لأن هذا الزواج رق. هذه ابنتك الآن تخرج من بيتك وتأتي بإذنك أنت، لكن حينما تنتقل إلى بيت زوجها لا تأتي إليك إلا بعد إذن زوجها، لا تتصدق من ماله إلا بعد إذنه، لا تخرج من بيته إلا بعد إذنه. فالمعاملات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم ما في بيت يخلو من الإشكال. بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث فيه بعض الإشكالات مع السيدة عائشة الحبيبة المحببة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، الفقيهة العالمة أم المؤمنين. كانت إذا حدث شيء، وذات مرة أرسلوا إلى سيدنا أبو بكر الصديق والده، يعني تريدين أن نحكم من؟ قالت: نحكم الصديق. فجاء سيدنا الصديق على أنه حكم وعلى أنه والدها. فمن يتكلم أولا؟ تكلم يا عائشة. قال: تكلم أنت يا رسول الله ولا تقل إلا صدقا. خانتها الكلمة، هي لا تقصد يعني. فلطمها سيدنا الصديق فاحتمت برسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يعني احميني من والدي بلغتنا الدارجة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبا بكر أي يصمته، دعنا نحل أمورنا. وهذه الأمور يعني دائما نقول إيه الحل العملي جوه البيت. نعم، في الأسر يعني دائما ما نقول الطرفين لما يأتي إلينا أحد الخاطب أو أهل المخطوبة أو زوج جديد، أولا أدله على كتاب تحفة العروس، كتاب قيم ماتع أسري يتحدث من حال الخطبة إلى الممات. يتحدث عن أحكام الخطبة وعن أحكام بعد العقد مباشرة، وعن الزواج وعن أحكامه وعن الفراش وعن الطعام والشراب وعن الرضا. يتحدث عن كل شيء إلى الممات. كيف يصبر وكيف يكون. اسمح لنا نطلع فاصل ونرجع نكمل حديثنا حول الكتاب. تفضل مشاهدينا، نطلع معاكم الفاصل ونرجع نكمل حديثنا مع فضيلة الشيخ الشاذلي طلحة محمد، إمام وخطيب مسجد الحاج حسن بأسوان. حي الحسان الخيرات، حي الحسان الخيرات، حي العقول النيرات، حي الأنوثة في جنان المؤمنات العاقلات الداعيات إلى العلا الواثبات الناهضات. ورجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل وبنكمل حديثنا حوالين المرأة في القرآن والسنة مع الشيخ الشاذلي طلحة محمد، إمام وخطيب مسجد الحاج حسن بأسوان. أهلا بك معنا مرة ثانية. أهلا وسهلا بحضرتك. شيخ الشاذلي، قبل الفاصل يمكن حضرتك كنت بتتكلم إن
أي حد مقبل على الخطبة أو زواج نعم. بتنصحه بكتاب تحفة تحفة العروس. العروس. نعم. نتكلم عنه شوية باستفاضة. تحفة العروس، يعني كلمة تحفة يعني معناها هدية، وهدية العروس، وهذا من الكتب القيمة والسهل، يعني ممتع، ليس مبسط جدا، وهو مجلد من جزء واحد ويتحدث عن أحكام الخطبة والأمور. لكن نقول دائما بحالنا وشبابنا الآن، نقول له بلغة العصر: أنتم طرفين، هي طرف وأنت طرف، حاول ألا يتدخل طرف ثالث مهما غلا هذا الطرف. والدها حبيب إليها وحبيب لديك، لكن الأمور قد تفهم على غير مرادها، يختلف الأمر عند الإشكالات. لكن إذا يعني صعب الأمر، يقول الله تبارك وتعالى: يعني حكما من أهله وحكما من أهلها، ولا بد أن يكون الحاكم من هذا والحاكم من ذاك أن يكون صادقا إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فلا يوجد بيت واحد يخلو من الإشكالات، وكم سنعدد. ولكن الذي يقوى والذي يصبر، يعني أقل شيء نقول للشباب حينما يحدث شيء في البيت: اخرج من البيت وسترجع وتجد أن المرأة يعني راجعت نفسها، ونقول سرعان ما تهدأ، والأمور بسيطة جدا. والشيطان سبحان الله، الشيطان سخره الله سبحانه وتعالى إليك امتحانا واختبارا، وسيرى منك ستصبر عليه، لأن الصبر ليس الصبر في الشدائد فقط، وإنما الصبر على الطاعة والصبر على المعصية. فأن تجد أن الشيطان يسول لك أن تطلقها الآن، خلف الطلاق يكون دمار الأسرة بالكامل ودمار الأطفال، والذين يدفعون الثمن هم الأبناء. نعم. لكن نقول دائما: الصبر ليس عند الصدمة الأولى فقط، الصبر دائما أبدا في الحياة الزوجية. انظر إلى الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى، أعطاك ذرية صالحة، غيرك محروم. أعطاك الله سبحانه وتعالى بيتا متواضعا، غيرك لا يوجد لديه بيت. أعطاك الله سبحانه وتعالى صحة وعافية، غيرك سبحان الله ينتظر كل يوم أو كل يومين جرعة علاج تجعله نائما في سريره لا يقوم منه. هذه نعم لابد أن ننظر إليها. يعني كان بعض السلف الصالح ينظرون إلى أزواجهم ويقول: والله لا أطعم طعاما حتى تطعم زوجتي، من كثرة الحب. وهذا ليس منقصة ولا عيبا في الرجل. أكيد طبعا. نعم. شيخ الشاذلي، لو اتكلمنا عن نقول المرأة قبل الإسلام كان لها وضع مختلف جدا عن الوضع نعم. المكانة اللي حطها الإسلام للمرأة. نعم. من خلال نقول التوريث، أخذ مشورتها في حاجات نعم. كتير يعني. نعم. لأن كما ذكرنا في أول حلقة، يعني أن الإسلام جاء إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية صالح الأخلاق. قال لأتمم، ولم يقل إيه بعثت بصالح الأخلاق. إذا كان عندهم أخلاق حميدة وأخلاق حسنة حتى عند المرأة. ولذلك لو بحثنا في بطون السنة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر لما بعد الجهر بالدعوة قد لقي ما لقي من الأذى من قومه، وكان يصلي عند الكعبة، وأتوا بسلى جزور، أمعاء جزور مذبوح له أكثر من يوم أو يومين، ووضعوه على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ما زال ساجدا. سيدنا عبد الله بن مسعود رأى بعينه هذا ولم يستطع أن يرد، بعث نفسه إلى بيت السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في مكة قبل الهجرة. وإذا بالسيدة فاطمة أتت وقد وضعت من على ظهر أبيها ذلك السلى والرائحة الكريهة، ونظرت إليهم هؤلاء المشركون منهم أبو جهل وغيره، فأقبلت إليهم تسبهم وتشتمهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سلم ونظر إلى بيت الله الحرام ودعا عليهم. الشاهد من هذا كله هؤلاء لم يستطيعوا أن يصلوا إلى السيدة فاطمة بأذى. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنهم على جاهلية وعلى غير إسلام، أن المرأة لها قداستها، ولا يكون رجلا حينما يرفع يده على امرأة. فهذه صفات حميدة عندهم، ولا ينادون المرأة باسمها، ولا ينادون رجلا باسم زوجته ولا اسم أمه. ونجد أن هذا يعني غرس مغروس في نعم مغروس في طبائعنا إلى الآن. ونجد قول الله تبارك وتعالى
في سورة الشورى يقول الله تبارك وتعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا، ولم يقل الإناث، قالها بالنكرة، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور بالمعرفة. لماذا قال النساء بالنكرة والرجال بالمعرفة؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم فعلهم، كانوا ينكرون المرأة: كيف تكون جماعتكم وكيف أهلكم وكيف تيكم، لا ينادون المرأة باسمها أبدا. فالإسلام جاء على ذلك وكأنه يعني يتمم صالح الأخلاق ومكارم الأخلاق التي كانت عندهم، ويجتث الصفات المذمومة التي تكون في طبائعهم على غير ذلك. وإلى الآن نقول الجماعة، وقد يكون الجماعة هؤلاء يعني تكون امرأة فقط لم ينجب مثلا، لكن هذا من باب التورية ومن باب التنكير لأهله ومن باب الستر الذي جاء به الإسلام، ويعني نهانا عن إهانة المرأة ونهانا عن يعني تحملها فوق طاقتها وأن نشاركها في فعلها وفي بيتها. فضيلة الشيخ الشاذلي طلحة محمد، بنشكر حضرتك على اللقاء ده، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى مع حضرتك. إن شاء الله. شكرا يا سيدي. مشاهدينا، وفي نهاية حلقتنا بنشكر الشيخ الشاذلي طلحة محمد، إمام وخطيب مسجد الحاج حسن بأسوان، وبنشكركم، وإلى اللقاء وحلقة جديدة وفقه المرأة. شكرا وإلى اللقاء.